بلباو في حسم الامور. كره طويله برينغوير لكنها بعيده عنه، اقرب لتير شتيغن. دقيقه متبقيه امام برشلونه للعوده في هذه المباراه وعدم التفريط بهذه الكاس وعدم خساره البطوله الاولى في الموسم. هذه من جانب ليو، تمرير على جهه اليسار، محاوله الى جوردي البا. كره عرضيه صدمت في الدفاع وبعد ذلك تحولت الى رميه جانبيه. احد لاعبي اتلتيك على الارض. بالسلامه ان شاء الله، بالسلامه ان شاء الله. منعين يطالب الحكم انه فيه تدخل من ليو. مانزانو يتاكد مع هرنانديز، يعطيه اشاره هرنانديز انه لعبه عاديه، لا يوجد خطا على ميسي. ممكن يشوفها هرنانديز مرة أخرى. على كل حال مانزانو يتأكد مع مساعدة في غرفة الفيديو في الفار للتأكد ما إذا كان هنالك خطأ على ليو. سيذهب هذا مانزانو إلى الفار للتأكد من هذه اللقطة. ميسي الذي كان البارسا يترقب عودته في هذه المباراة يواجه خطر الإقصاء بالبطاقة الحمراء في هذه اللقطة. نعم، الاحتكاك مع السير في هذه الكرة. هرنانديز يدعو حكم اللقاء مانزانو الذي طرد نيمار في 2017 والانجريف في 19، كذلك للويس سواريز وسيرجي. الآن بعد التأكد من اللقطة يستدعي ليونيل ميسي وبعد ذلك بطاقة حمراء من جوردي ألبا. البطاقة الحمراء لجوردي ألبا على ما يبدو، أو لميسي. هو ذهب إلى ألبا، لخبطنا هذا مانزانو. هي لميسي، نعم هي لميسي. طرد لليونيل في آخر دقيقة من أحداث هذه المباراة. الوضع معقد جدا في برشلونة. ميسي بعد أن كافح كثيرا من أجل أن تعود البارسا حاول أن يصفق بيد واحدة، لم ينجح في ذلك. وجد الكثير من الصعوبات والمعاناة، لم يأتي أمامه إلا مدافع لبلباو تصرف معه بهذه